السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة. في زمن كلنا بقينا فيه مضغوطين وسط الغلاء والهم والتعب النفسي. في ناس كتير بقت بتقول أنا مش قادر أعيش، أنا خلاص تعب. وهو ده عنوان حلقتنا النهاردة. حلقة النهاردة مش مجرد كلام، ده رحلة حقيقية لقلبك، رحلة ترجع بيك خطوة لورا وتفهمك ازاي تتعامل مع التعب النفسي والضغوط اليومية، ازاي تلاقي الطمأنينة وسط الزحمة، وازاي تبني سلام داخلي يخليك تعيش رغم كل حاجة حواليك. هنتكلم عن 4 مفاتيح بسيطة لكنها عميقة، وهم ازاي تتقبل التعب بدل ما تهرب منه، ازاي تهدي نفسك وسط الزحمة والضغوط، ازاي الغلاء ما يسرقش فرحتك، وازاي تبدأ التغيير الحقيقي من جواك. حلقة النهاردة هتخليك تحس إنك مش لوحدك، كل كلمة فيها معمولة علشان تلم روحك وتطمن قلبك وتخليك تقول لسه في أمل ولسه أقدر أعيش. ما تفوتش الحلقة دي، لأنها إن شاء الله هتكون السبب في إن قلبك يرتاح النهاردة. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو الكلام ده لمس قلبك اكتب لي في التعليقات لسه في أمل ولسه أقدر أعيش. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. كل يوم بنسمع الناس بتقول أنا تعبت، مش قادر أكمل، الضغط زاد والعيشة بقت هم، الأسعار نار، المسؤوليات كتير، وكل واحد حاسس إنه بيغرق في دوامة من التفكير. في ناس بتضحك من بره بس جواها وجع وسكون غريب، كأنها مش عايشة بجد. احنا مش محتاجين نعيش بلا مشاكل، احنا محتاجين نعرف ازاي نتعامل معاها، محتاجين نرجع نطمن قلوبنا ونعرف ان ربنا ما خلقش يوم يضيع من غير حكمة. التعب النفسي مش ضعف، ده نداء من ربنا يقولك ارجع لي، هدي قلبك. النهاردة هنتكلم عن ازاي تتعامل مع التعب النفسي والضغوط اليومية والغلاء، ازاي ترجع تعيش رغم كل ده. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي اعرف إن التعب جزء من الحياة. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني الحياة عمرها ما كانت سهلة، ربنا قالها صريحة في كبد، يعني في تعب، في صراع، في تحديات. بس اللي يفرق بين واحد وواحد هو نظرة القلب. اللي فاهم ان التعب ده طريق للثواب هيعيش مرتاح، واللي شايفه عقاب هيتعب اكتر. كل أزمة بتمر مش نهاية، دي محطة تقويك وتطهرك. التعب مش ضدك، ده دليل على إنك ما زلت بتحاول. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما بقى خليفة كان بيبكي بالليل ويقول إن لي نفسا طواقة وما وجدت راحتي إلا في ترك ما تهوى. كان شايف إن التعب الطبيعي هو جزء من طريق الراحة الحقيقية. ما خافش من المسؤولية رغم إنها كانت حمل ضخم، لأنه كان فاهم إن الراحة مش في الهروب من التعب، لكن في التعامل معاه بحكمة. في شاب كان شغال 12 ساعة في اليوم، كل يوم بيقول أنا مش قادر. في يوم قرر يغير طريقة تفكيره، قال ده شغل مؤقت بس هيعلمني الصبر. بدأ يحس إن كل يوم فيه خطوة وكل تعب هيعدي. بعد فترة بقى عنده مشروع صغير، وقال لو ما كنتش صبرت على التعب ما كنتش وصلت لهنا. واللي عايز أقوله لحضرتك التعب مش عدوك، هو جزء من تكوينك. ربنا خلقك مجاهد في الحياة مش باحث عن الراحة الدائمة. تقبل التعب، ما تهربش منه وتعلم منه. كل تعب بيعدي بيخليك أقوى، بيشيل طبقات من الهم. افتكر، التعب مش بيكسر، التعب بيصنع منك إنسان واعي وثابت. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي تعلم تهدي نفسك وسط الزحمة. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز. يعني الهدوء مش بيجي لما المشاكل تخلص، الهدوء بيجي لما القلب يعرف يلجأ لربنا. الضغوط جزء من الدنيا، بس الطمأنينة هدية من فوق. لما تحط بالك في إن كل حاجة مكتوبة هتبدأ تحس براحة غريبة، حتى لو الدنيا مش ماشية زي ما انت عايز. الذكر مش بس تسبيح، ده طاقة بتطفئ نار القلق جواك. خد فترات تهدى، صلي ركعتين، اسكت شوية وارجع أقوى. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. الإمام أحمد لما اتسجن واتعذب كان بيقول إنما هو عذاب ساعة ثم الراحة الأبدية. كان شايف المصيبة بعين القلب مش بعين الجسد. الهدوء اللي كان جواه خلاه يصمت رغم الألم الجسدي. هو ده الفرق بين اللي يعيش مضغوط وبين اللي قلبه ساكن في رحمة ربنا. في ست كانت غرقانة في الديون وبتبكي كل يوم،
في يوم قالت كفاية خوف، هسيبها على ربنا واعمل اللي اقدر عليه. بدأت تشتغل وتدعي وتقول دايما يا رب دبر لي امري. بعد شهور ربنا فتح لها باب رزق، والراحة اللي حسيتها كانت قبل الفرج مش بعده. واللي عايز اقوله لحضرتك، اوقات كتير الحل مش انك تهرب، الحل انك تهدى. مش كل حاجة محتاجة رد، ولا كل وجع محتاج كلام. بعض الراحة بتيجي لما تقول يا رب أنا سلمت لك أمري. الهدوء قرار إنك تختار السلام بدل التوتر. وكل ما تلجأ لربنا هتلاقي الطمأنينة اللي الناس كلها بتدور عليها. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي ما تخليش الغلاء يسرق فرحتك. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الغلاء وجع لكل بيت، بس الخطر الحقيقي انك تسيبه يسرق سلامك. الناس فاكرة ان الرزق في الشطارة، لكن الرزق في ايد ربنا. التوكل مش يعني تسيب السعي، التوكل يعني تعمل اللي تقدر عليه وتسيب الباقي على الكريم. ربنا اللي بيرزق النملة في جوف الارض مش هينساك. خليك هادي وواثق، لان اللي خلقك عمره ما بينساك. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. رجل من التابعين اسمه سفيان الثوري قال لو أن الدنيا كلها في يدي لجعلتها لله، ولو ضاعت مني ما حزن. كان شايف إن الرزق مش في جيبك، الرزق في قلبك. اللي مطمن برزق الله ما بيتعبش حتى لو الجيب فاضي، لأنه مليان يقين. في راجل بسيط بيبيع خضار، كل يوم بيقابل الزباين بابتسامة. سألوه إزاي مبسوط والأسعار نار؟ قال اللي كتبها ربنا هي اللي هتحصل. طب اتضايق ليه؟ الناس كانت بتفتكر انه مش مهتم، بس هو كان واثق. يقينه هو اللي خلاه يعيش مرتاح رغم الفقر اللي كان عايش فيه. واللي عايز اقوله لحضرتك، غلاء الاسعار مش اقوى من رزق ربنا. لو صدقت ان الرزق بايد الكريم هتعيش مطمن حتى في الشدة. اهتم باللي تقدر عليه وسيب الباقي على رب العالمين. اللي بيرزق العصفور هيرزقك انت، بس خليك دايما واثق مش متوتر. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة، وهي ابدأ التغيير من جواك. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أوقات كتير بنستنى الظروف تتغير وننسى إن اللي لازم يتغير الأول هو إحساسنا. ابدأ بنفسك، بطريقتك في التفكير، في نظرتك للأزمة. لو طول الوقت شايف السواد هتغرق فيه، بس لو قررت تشوف نور بسيط هتلاقيه بيكبر. التغيير مش سحر، ده قرار بتبدأه جوه قلبك. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تصبر. كان بيقصد ان الانسان بيملك بداخله مفتاح الراحة او العذاب. اللي يعرف يهدي نفسه هو اللي يقدر يعيش مهما اشتدت الحياة. فتاة كانت دايما مكتئبة بسبب مشاكل البيت، كل حاجة تضايقها. في يوم قالت هبدأ أنا أتغير بدل ما استنى الناس. بدأت تهتم بنفسها، تصلي وتسمع قرآن وتمشي كل يوم. بعد فترة لقيت نفسها بتضحك من غير سبب، وقالت السلام جالي لما أنا قررت أعيش. واللي عايز أقوله لحضرتك، أنت أقوى مما تتخيل، بس محتاج تبدأ بخطوة واحدة. غير طريقتك، غير نظرتك، وربنا هيغير واقعك. مفيش حد مرتاح 100%، بس في ناس اختارت تعيش مطمنة رغم كل حاجة حواليها. ابدأ النهاردة مش بكرة. خلي أول خطوة من جواك، والباقي ربنا هيكمله. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. الدنيا مش دايما سهلة، ومفيش حد مرتاح طول الوقت، بس اللي بيعرف يعيش هو اللي بيتعامل مع التعب بوعي مش بيهرب منه. الضغوط هتفضل والغلاء هيزيد، بس قلبك هو اللي يقدر يختار يعيش في سلام أو توتر. الناس اللي بتضحك مش علشان حياتها مثالية، بتضحك لأنها عارفة إن ربنا معاها. كل وجع هيعدي وكل تعب له آخر، بس اللي يفضل هو إحساسك بالله. لو نفسك في راحة ما تدورش عليها بره، دور عليها جواك. خليك دايما فاكر اللي معاه ربنا عمره ما يتكسر، حتى لو الدنيا كلها واقفة ضده. وأخيرا أدعو الله اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وصدورنا منشرحة بقدرك، وأيامنا هادئة برحمتك. اللهم أبدل همنا سكينة، وتعبنا راحة، وقلقنا طمأنينة. اللهم ارزقنا الرضا الذي لا يمحى، واليقين الذي لا يتزعزع، والسلام الذي لا يزول.
اللهم اجعلنا نراك في كل ضيق فرجا، وفي كل تعب أجرا، وفي كل وجع حكمة. اللهم اجعلنا من الذين إذا اشتدت عليهم الدنيا وجدوا في قربك راحة لا تنتهي. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو تكتب لي رأيك في الكومنتات. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.